الناس اللي عامله متاجر بتخسر، والله العظيم بتخسر كميه فلوس. لو عمل فيديو بيعي واحد لكل منتج، يعني هات اكبر 3 منتجات عندك، اعمل لكل واحد فيهم فيديو بيعي ولكل واحد فيهم اعلان، وكلمني عن مبيعاتك هتبقى عامله ازاي. انما انت بتعمل اعلان لمنتج، في مثلا انت عملت اعلان لمنتج وانا ضغطت دخلتني على صفحه كلها منتجات، حبيبي وبعدين مش هكمل. الهيومن سايكولوجي كده مش هيدخل يكمل. لكن لو انت وريته حاجه، هات جبت اكتر منتج الناس عايزاه، عملت عنه ريسيرش وعرفت الناس عايزاه ليه، كتبت الاعلان بناء على الناس اللي فعلا عايزه الحاجه دي، انت المسج بتاعتك موجهه فعليا للناس اللي عايزه الحاجه دي، وعملتها في اعلان، والاعلان بيوجه للناس دي، وحطيت تراكنج اناليسيس محترمه، وعملت جوجل تاج مانجر وسيستمز بتاع التراكنج الكلام ده كله، وكتبت اعلان قوي، ما تقنعنيش انك ما فيش حد هيدخل على الاعلان يشوف فيديو ما يشتريش. نسبه قليله جدا جدا. ومبيعاتك في الحاله دي هتبقى اكتر بكتير من انك تعمل نفس الفيديو البيعي ونفس الاعلان وتدخلهم على لاندنج بيج مليانه منتجات.